ومن أخطاء المزكين التحايل في الزكاة. والله تتعجب لبعضهم، يغالط من؟ يغش من؟ الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فبعضهم يتحايل في الزكاة، مثل بعض النساء إذا قرب وقت زكاة ذهبها فرقته على بناتها، انتهى أعادته. الزكاة زكاة، هي الله عز وجل مطلع عليه. أما إذا كان ذهبها مستقل طيلة السنة وذهب كل بنت لها مستقل، فكل واحدة من البيت لها نصابها مستقل. الأم نصابها مستقل، البنت الكبرى نصابها مستقل، وهكذا بقية البنات. من أيضا التحايل في الزكاة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي بكر في صحيح البخاري، قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا في زكاة المواشي. فزكاة الأغنام مثلا يبلغ نصابها بالبدء من 40 وما فوق، من 40 إلى 120 عليك شاة واحدة. فبعضهم إذا كان هو وصاحبه مشتركان وعندهم 60 غنمة، هذا معه 30 وهذا معه 30، قال خلاص وقت الزكاة نفترق، لأن أقل من 40 ليس فيه زكاة. يغالطون من؟ ولا أيضا يجمع بين مفترق، عندي 60 غنمة وعندك 40 غنمة صارت 100، ففيها شاة واحدة، لو كنا مفترقين كل واحد شاة. من الحيل أيضا أن بعضهم أصحاب المحلات والبقالات قد تعب من الزبائن الظلمة، لا أقول الفقير المعوز، لكنه الظالم الذي يستلف من صاحب المحل ويستلف ثم إذا امتلأ الدفتر تهرب وابتعد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، مماطلة من يستطيع السداد يعد ظلما. فماذا يصنع هذا التاجر؟ فيقول: أسقط هذه الديون من الزكاة، وهذا غير صحيح. لا بد